كابتن كيميكا طالع يقول لك عايز يعني يلبس الجمهور في النتائج بتاعت الاهلي دي. تخيل وصل بيه الفجر كده. طلع يقول لك ما انتوا اللي كنتوا فرحانين بزيزو، ما انتوا اللي طلبتوا تريزيجيه، ما انتوا اللي جبتوا بن شرقي اللي طلب، ما انتوا اللي كنتوا مش عارف ايه. ايوه يا كابتن، هو طبيعي الجمهور يفرح لما تجيب لعيبه ومن المنافس والكلام ده، وانت اصلا جايبها عشان كده. لكن مش الطبيعي ان انت معاك السكواد ده عمال ما كسبان ماتش من 5 في الاخر طلع تقول لي كيمي كما كيمي كاو كيمي كو. ده لما كسبت ماتش واحد هو قال لك كيمي كاو دي ساعه فاركو الماتش الوحيد اللي كسبه في الدوري. قال لك كيمي كاو، طب والكيمي كو وانتصاراتنا مش عاجباه والاهلي طاير يا هو لما كسب ماتش واحد في الدوري من 5 قال لك الاهلي طاير يا هو. فكابتن والنبي يعني انت تحولت من احسن اعلامي في مصر الكروي يعني او الرياضي لواحد رئيس لجان بحت، لجنه شغال لجنه طالع مش لاقي. ما هو اصل هيعمل ايه؟ هو شويه مسكوا في الاداره، شويه مسكوا في المدرب ومشوه، شويه هيعملوا ايه؟ واللعيبه مش عارفين يمسكوا فيها، دول مليونيرات، دول ما يقدروش يجوا جنبهم، دول مشوا المدرب. ف فهيجوا في مين تاني؟ وبعدين هم سايبين بقى الدنيا يعني، كانوا ماسكين بقى في حسام غالي وعملوا عليه حملات وان الخطيب ماشي وان الخطيب طبعا الخطيب زي ما انت شايف هيجي الخطيب يعني بس اصبر. ف... فدلوقتي مش لاقي حد يلبسه الليله، فقال لك ده الجمهور هو السبب، انتوا اللي طلبتوا اللعيبه دي، زعلانين ليه دلوقتي يا عم؟ هم مالهم؟ هو اكيد الجمهور يفرح باي لعيب يجي الفرقه جامد، لكن يعني هو مش ذنبه ان هو اللعيب ده متخاذل وعمال يقدم المستوى المزري ده وكسبان ماتش من 5 وفي المركز ال 15. هو ده مش ذنب الجمهور خالص. وبعدين انت اصلا بقى جايب اللعيبه دي ليه؟ تعال اقول لك. انت جايب زيزو عشان تغيظ الزملكاويه، سبحان الله. انت عامل كل ده عشان تحرق دم الزملكاويه وتضعفهم. شوف سبحان الله انت فين دلوقتي وهم فين. شوف سبحان الله يا اخي، والله عشان ربنا ما بيتعاندش. فانت جايب زيزو وبن شرقي والشله دي، وجايب تريزيجيه امتى؟ لما اتلسعت من باتشوكا وخرجت ضربات جزاء فجاي تصالح الجمهور، فرحت تاني يوم اعلنت عن صفقه حمدي فتحي انه جاي لك اعاره 6 شهور، وبعديها بيومين اعلنت انك خلصت في تريزيجيه عشان تصالح الجمهور وتلحقه. وهي دي طريقتك طول عمرك، لما تخسر خساره جامده تروح لاحق باي حاجه. طيب فما تلبسش الجمهور، الجمهور ما يعني غلبان هيفرح باي حاجه. بس العب بقى يعني، فرقه المليار دي تلعب، المليونيرات دول يلعبوا. فالنبي يا كابتن اهدى على نفسك شويه ومش كده يعني. انت بقالك سنين. بلاش نخش في قصه كار. المهم زي ما قلت لك الخطيب راجع، مش باينه قوي بس انا حاسس انه راجع. اصله يعني بعد ما عمل الاجتماع والبيان واللخبطه اللي حصلت، هو اصدر بيان انه مش هيكمل، وراح النادي رد عليه اصدر ان هو مش موافق وبتاع. النهارده عمل اجتماع باللعيبه، تاني يوم ماتش انبي، معنى كده ان هو لسه بيمارس عمله، معنى كده ان هو لسه موجود، معنى كده ان هو عادي. الانتخابات كمان شهرين، بيقولوا احنا في ظروف صعبه ما ينفعش سيبنا دلوقتي، انزل يا خطيب انزل يا خطيب، وهينزل وهيكمل على فكره. وساعتها سين منصور مش هينزل. خلينا نشوف.